بعد يوم طويل قوي من روتين الخميس، تعالوا اوريكم عملت ايه النهارده وكافئت نفسي ازاي في اخر اليوم. حبيت ان انا اهوي البيت الاول، والاول مره من تقريبا من اسبوع افطر لوحدي في روقان قدام المسلسل المفضل بتاعي. بما ان النهارده الخميس فاكيد مفيش مفر من التنظيف. بحب انضف الشقه قوي يوم الخميس عشان استقبل كده يوم الجمعه بروقان ونظافه وما اعملش حاجه طول الاسبوع تقريبا. نظفت البيت كله، واهم حاجه عندي التويليت تقريبا بنضفه كل يوم، فبالنسبه لي ما بيبقاش متعب خالص. وصدقوني لو عملتوا كده هتحسوا ان البيت كله رايق طول الاسبوع، وهتبقى حاجات خفيفه قوي تعملوها. بس التويلت والمطبخ بالنسبه لي حاجات اساسيه ان هي تبقى رايقه ونظيفه، هتحسوا ان البيت كله نظيف. وعملت غدا سريع، وعايزه اقول لكم الفراخ دي ما بتاخدش وقت خالص، بجيبها من بريد فاست من براند تمري. واخيرا وصلت للحظه المنتظره اني ارش معطر في البيت كله وهو نظيف، ومفيش احسن من كده. كافئت نفسي، استلمت اوردرين الاسبوع دوت. جبت الاكسسوارات الاستانلس دي من اورا اكسسوارز. احلى حاجه فيهم لونهم ما بيغيرش ولا من الميه ولا من البرفيوم، في فرايتي كتيره قوي يليق معاكم على اي حاجه. اسعار البيدج بجد خطيره واقل من اي حد. الست دي شكلها تحفه، عندها حاجات تاني كتير هعمل لهم منشن تحت الفيديو. تاني اوردر وده الاقرب لقلبي هو اوردر البرفيوم اولمبيا. بالنسبه لي هي البرفيوم المفضله بتاعتي، وتقريبا ما بستخدمش غيرها، بس حبيت اجرب كمان معاها بربري هير لان كل الناس بتقول عليها حلوه، وهي فعلا طلعت خطيره. البرفيوم شجري قوي، وعايزه اقول لكم الثبات بتاعها والله العظيم لتاني يوم. كايالي دي خطيره، فروتي وشجري، ريحتها بجد تحفه. من عند فيولا ستور وقولوا لها ان انتم من تبعي عشان تقول لكم على الخصومات اللي هم عاملينها.